السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنواصل ما توقفنا عنده في الحلقة القادمة. قلنا بصدد التحدث عن العلامة التي ظهرت عن أبناء آدم. لنواصل، لنعد الآن إلى قصة العلامة التي كانت بين أعيننا عندما رآنا سيدنا آدم عليه السلام، وتعالوا أقصها عليكم. كانت في ذلك الوقت بين أعين كل منا علامة من نور، فلما رأى سيدنا آدم عليه السلام ذلك النور الذي يشع من بين أعيننا أعجب برجل يشع من بين عينيه نور مختلف، فسأل الله تعالى عن هذا الرجل ومن يكون، فأجابه الحق سبحانه وتعالى بأن هذا الرجل من آخر الأمم اسمه داود أو داود. فسأله سيدنا آدم كم عمره؟ فقال عز وجل عمره 60 سنة. ملاحظة في بعض الروايات المغلوطة يقال أنه قال عمره 77 عاما، وهذا غير صحيح، عمره 60 فقط. فقال سيدنا آدم يا رب اجعل عمره 100 سنة، لكن الله سبحانه وتعالى رفض طلب آدم وأخبره بأن عليه أن يمنحه من عمره إن أراد أن يصبح عمر داود 100 سنة. فكر سيدنا آدم ثم قال أعطه من عمري يا الله 40 سنة حتى يصبح عمره 100 سنة. فوافق الحق سبحانه وكتب عمر سيدنا داود عليه السلام 100 سنة. هذا يعني أن عمر سيدنا آدم سيصبح 960 سنة. المصدر يقول كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم أن الله لما استخرج أو أخرج ذرية آدم من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليه السلام، ورأى فيهم رجلا يزهر فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا رب كم عمره؟ قال الحق سبحانه 60 عاما. قال يا رب زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك، وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما. فلما انقضى عمر سيدنا آدم جاءه ملك الموت فقال قال سيدنا آدم بقي من عمري 40 سنة، ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود فأتمها الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. رواه أحمد عن ابن عباس وصححه عن أبي هريرة. بعد هذا كان سيدنا آدم يشعر بالوحدة في الجنة، وقيل أنه ذات مرة استلقى لينام، وعندما استيقظ من نومه وجد بجانبه امرأة. استغرب آدم لوجود هذه المرأة فسأل ربه من هذه؟ فأخبره الحق سبحانه أن هذه حواء، واسمها يعني الحياة. سميت حواء في اللغة العربية لأنها خلقت من ضلع حي، وهو أعوج ضلع في صدر آدم، ويقال أنه الضلع الذي يقع فوق القلب ويحميه. حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فاستوصوا بالنساء خيرا. بعدها عاش سيدنا آدم وحواء في الجنة بهناء، لكن يبدو أن أحدهم غير راض بهذا الوضع، وهذا الأحد كان عزازيل. ازداد حقد وغل إبليس أكثر فكان لهما بالمرصاد. كيف أنا عزازيل المخلوق من نار يخرجني الله سبحانه وتعالى من الجنة ويسمح لهذان بالعيش فيها؟ وهناك توعد مع نفسه وقال لن أهدأ قبل أن أغوينهما وأراهما خارجها. سمح الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء بالعيش في الجنة في رغد وهناء، وكان يفعلا ما يريدان، لكنه أمرهما وحذرهم
من أمر واحد فقط، وهو أن لا يقرب ويتجنب الأكل من تلك الشجرة. شجرة الخلد كما هو مذكور في القرآن لم يثبت عند العلماء ما يدل على تعيينها، لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، وإنما جاءت في تعيينها آثار عن بعض التابعين، وأكثرها منقول عن أهل الكتاب أي اليهود والنصارى. فبعضهم يقول هي شجرة التين، وبعضهم يقول هي شجرة العنب، وبعضهم يقول هي شجرة الحنطة، وإلى غير ذلك من الأقوال. ملاحظة هنا، الله أعلى وأعلم، لأنه لم يذكر في القرآن اسم الشجرة إن كانت تينا أو عنبا أو غيره، ولله في أمره شؤون. لنتمم. لكن قبل أن أكمل عليكم هذه القصة أريدكم أن تعلموا شيئا مهما سيأتي لاحقا في القصة، ولابد أن أشير إليه منذ الآن. هل تعلمون أن الحية أو الأفعى كانت كائنا جميلا سابقا، وكانت من حيوانات الجنة، وليس مثل ما نعرفها الآن تزحف على بطنها بحراشف وشكل بشع، ووراء شكلها هذا أنها فعلت سابقا شيئا جعلها بهذا الذي نراه عليه الآن. لنواصل. بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عن الشجرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، يعني أنك تسير تحت ظلها 100 عام ولا ينتهي ظلها لضخامتها. لكن حدث هنا شيء سيجعل الأمور تسير عكس المتوقع. في الروايات والإسرائيليات المأخوذة من التوراة التي يمكن لك أن تصدقها وأن تكذبها، فهي تروى للعبرة ولا يستدل بها. يقال أن إبليس لعنه الله بعد أن أخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة أخذ يفكر ويفكر كيف يدخل إليها، حتى توصل إلى فكرة خبيثة، فجمع جميع الحيوانات الموجودة في الجنة وطرح عليهم فكرته المتمثلة في أنه يتلبس أحد هذه الحيوانات ويدخل معه الجنة. وكان من جميع هذه الحيوانات حيوان الحية أو الأفعى، الذي يقال أنه كان جميل جدا، كان ذو 4 قوائم وذو فرو كثيف، لقد كان جميل لدرجة لا توصف. والله أعلم كيف كانت خلقته. بعد أن سمعت حيوانات الجنة لفكرة إبليس راحوا ينظرون إلى بعضهم البعض، وحصل جدال بينهم، وبعد أخذ ورد رفض الحيوانات كلهم إلا حيوان واحد كان يقف بينهم وافق على هذه الفكرة. هذا الحيوان كان هو الأفعى أو الحية، فتلبس إبليس هذه الحية ودخل معها الجنة بإذن الله سبحانه. طبعا أكيد عندما دخل إبليس الجنة وهو داخل الحية، فكر إبليس بأن يوسوس لآدم وزوجته بأن في الجنة شجرة اسمها شجرة الخلد، إن أكلا منها يخلدون ويصبح لهما ملك عظيم، يقصد بأن يصبحا ملكين أو آلهة. لاحظوا معي أسلوب ودهاء إبليس لعنه الله. في البداية بدأ بإعلامهما بأن هناك في الجنة شجرة لها كامل الأثر في تخليد الإنسان، وبأنها هي ذات الشجرة التي منعهما الله تعالى عنها. يقول الحق سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. صدق الله العظيم. هنا تحديدا استخدم إبليس أسلوب الاستفهام التشويقي الذي يجعل المسؤول متطلعا لما هو آتي. لقد تحايل إبليس في وسوسته بأنه ناصح لآدم عليه السلام وزوجته، وبأنه يريد ما هو نافع لهما. قال الحق سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
ما أنهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين. صدق الله العظيم. لقد استخدم في وسوسته أسلوب القسم بالله تعالى، واستخدم الاستمرارية والإصرار في وسوسته حتى يعصي آدم الله سبحانه وتعالى فينزل أو ينزل من الجنة التي طرد منها هو. القصة كما جاءت في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. يعني أن الشيطان ظهر لآدم وحواء وأخبرهم أن سبب تحريم الله أكلهم من تلك الشجرة بالذات هو أنهم سيصبحون خالدين. فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، وأطاع أمر إبليس وخالف أمر ربهما، فانكشفت لهما عوراتهما وكانت مستورة عن أعينهما، وأقبل يشدان عليهما من ورق الجنة ليتسترا أو ليستر عوراتهما، أي أن الله سبحانه وتعالى جعلهما عاريين تماما. وتاب آدم عن هذا الفعل فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكنه هبط من الجنة. وحتى تفهموا أكثر عزز إبليس نصيحته لآدم وحواء باستخدام أسلوب القسم، أي أنه حلف بالله سبحانه وتعالى. قال الحق سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. صدق الله العظيم. تبين هذه الآيات الكريمة الغرور الذي نبع عن قسم إبليس لعنه الله، وإبطانه الغش والخداع لهما، وإظهار النصح والإرشاد لهما. فوقع سيدنا آدم عليه السلام وزوجته حواء في معصية الله سبحانه وتعالى جراء انقيادهما لوسوسة إبليس، فكان نتيجة ذلك نزول آدم وزوجته للأرض لعصيان أوامر الحق سبحانه، على الرغم من التحذير من خداع إبليس ومكره. وبعد أكلهما من الشجرة سرعان ما كشفت عنهما سوآتهما وبدا يستران أنفسهما بورق الشجر لكن دون جدوى. يقول الحق سبحانه: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة. وهناك شيء آخر خطر على بال إبليس عندما وسوس لهما، وهو أنه استغل فكرة وجوده قبل آدم. فالله تعالى خلق إبليس قبل سيدنا آدم، وكان يعلم أمر الجنة وما فيها من أمور وخفايا. فقال أهل العلم في قسم إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام وزوجته بأنه أقسم بأنه أعلم منهما بأمر الجنة،
فإن اتبعا أمره وساروا على نصحه وإرشاده فسيسعدان، لأنه الأقدم منهما هنا، أي أنه له دراية بما يدور في الجنة. سنتوقف عند هذا الحد.